السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبنا؟ عاملين يا رب وكونوا بخير يا رب. تنعاد عليكم الايام بخير جميعا يا رب. معايا هنا حلة هي ما فيهاش زيت ولا فيها حاجة خالص. حاطة فيها كده الفرخة اهو، ورق لورا، حبة كمون، هاكل معلقة الحشوة، انا حبيبنا مش حاطة زيت ولا حاطة حاجة. الجزر كده مش هحط عليها لا زيت ولا احط حاجة خالص. ازيكم عاملين ايه؟ طبخين برضه واكل بسلة والرز وحاجات من دي، بس انا مش هاكل. هات البصل عندنا البصل اهي. انا كان ممكن احط معلقه زيت زيتون بس انا مش لازم برضو، عشان خاطر ايه؟ كفايه يعني السمنه اللي هتنزل من حته الفرخه، مش لازم يعني. هتتبل حلو كده مع البتاع ده اهو، الرز البسمتي هعمل معاكم بالجزر. والهدف يا حبايبنا، مش عارفه انتوا مش بتبصوا على الفيديوهات بتاعتي ليه؟ انا نزلت الفيديو برضو اللي كان اخواتي البنات هنا وعاملين سمك والرز وطماطم. ما حدش يعني مش حد دخل على غير بسيط، ما اعرفش. وانتوا عارفين انا من زمان وانا كنت واقعه ورجلي مكسوره، والحمد لله والله برضو جاي على الشاي اهو. والحمد لله ربنا يا رب يكون شفاء على خير ويشفيني ويعفى عني. والله رجلي التانية رخرة بتوجعني، معرفش من قاعدة ولا يمكن رايحة اكشف اشاعة، اعمل على دي اشاعة واروح للدكتور اللي عامل العملية. وانا راضية والله بحكم كله بأمر ربنا، يعني انا راضية يعني ان رجلها يعني الحمد لله. اللي انا الوقت عند حتى بروح على الشاي ادخل حتى الحمام لنفسي، ادخل اتوضى لنفسي، الحمد لله رضا. واللي ربنا يجيبهولي انا راضية بيه، عشان في ناس برضو غلط واقرب الناس قالوا لي انا رجليا مش هتنعدل، ولو طابت هبقى امشي بعرض. بس انا راضيه بامر ربنا والله العظيم. عرق اللي بيقول لي شوف بلاوي الناس بتكون على باله. انا كنت عندي الدكتور ان لسه رجليا متجبسه، وراح اعمل اشعه شوف جدع شباب، يعني شباب تختش العين وتبصله، طول بعرض وبياض وحلاوه. وقاعد والله ما بحسب راح محت عبال. اجى ابوه قدام مني على العصيان، رجله يعني رجله خالص مبتوره خالص يعني الحمد لله رضا. ولو الواحد حتى لو رجل الواحد حتى ما طبطش، لو حتى من شالة خالص برضه الحمد لله رضا والله. كل ربنا يجيبه حلو ورضا. انا راضيه طول عمري راضيه بأمر ربنا وراضيه بكل حاجه الحمد لله، مقتنعه وراضيه بكل حاجه بتحصل بأمر ربنا. فيا ريت يا حبايبنا تدخلوا على الفيديو تسمعوا الفيديوهات. ربنا يجازيكم خير. واللي شفني لاول مره يفعل الجرس عشان خاطر كل ما لما الحاجات توصلكم. وحبايبنا اللي معانا من الاول يعملوا كومنت حلو كده ولايك حلو كده، عشان خاطر الفيديوهات. اللايك يا حبايبنا بيعلى الصفحه بخلي غيركم يشوفوها. انا كان لما بنزل فيديوهات الاول كان الكل بيدخل عليها الوقت، عشان انا قعدت فتره ما بنزلش. لما بنزل فيديو ما اعرفش بقت مش من شايفه الصفحه. وانا بتمنى ان الكل يدخل لي عشان خاطر الصفحه تنشاف لما كانت من شايفه الاول. وربنا يجازيكم خير جميعا. وزي ما قلت لكم ربنا يكفيكم شر المرض ويسترها معاكم وتدخلوا المطبخ. انا نفسي اخواتي طابخين بس انا بعمل دولي وانا طالعه الهدف اللي انا طالعه هم هيعملوا لي برضه، محدش يتاخر. بس انا الهدف اللي انا طالعه عشان اكلمكم واسلم عليكم وانزل حاجه على الفيديو بصوتي، على القناه بصوتي يعني. وربنا يجازيكم خير جميعا، وربنا ما يحرمكم يا رب ولا يمرضكم ويسترها معاكم. وكل ربنا رايد لي بيه انا راضيه بيه والله. والحمد لله على كل ما جايبه حلو. انا مش صغيره اصلا عشان اعرج ولا ما اعرجش. انا مش صغيره، انا عندي 60 سنه يعني. الحمد لله الواحد بيقدر يمشي. كل اللي الواحد شافه واللي انا مريت بيه في حياتي القريب مني عارف. انا عملت عمليات وعملت عمليات ايه، وعامله عمليه في القلب وعامله عمليات يعني الكل عارف.
وبحمد ربنا وببوس ايدي كده وبشكر ربنا وانا بصلي، لان بعد اللي شفت ده كله بقدر امشي على رجليا، فلما انكسر واتعب وما اقدرش امشي برضه انا راضيه والله. الحمد لله. هنعمل يا حبيبنا، هنعمل جزره وكده للرز وهرجع معاكم تاني، بس هحط عليها شويه تتفقد منها فيها كده وهرجع معاكم تاني. هي هتنزل من الفرخه، مش عايزه احط زيت، كنت عايزه احط معلقه زيت زيتون ملهاش لازمه اصلا عشان هي هتنزلها. هاخد لها صدمه حلوه اهي مع حبات طماطم مبشوره اهي كده، نحط عليها الفلفل الاسمر والكمون والحاجات بتاعتها. هتتسبك حلوه حبه برضو في حبات الطماطم المبشوره دي كده. كده الفراخ التسمين ما بتاخدش نار، هي كده يعتبر استوت نص سوا. هتاخدينها برضو تشويحه في البتاع كده. وجربوا طريقه تيتا بطه ويا رب تعجبكم، ويا ريت يا حبايبنا كده عشان انتوا عارفين انا بقالي فتره كانت غصب عني والله العظيم. انا كنت بنزل فيديوهات كل يوم بس كانت غصب عني دول كده. جربت اتم 4 شهور لان رجليا مكسوره، مش كنت بنزل لان ما كنتش اقدر اتحرك اصلا من على السرير اصلا. لما ابتديت امشي على المشايه ابتديت ان انا اصور معاكم حاجات بسيطه كده. ويا ريت حبايبي كده اللي بيسمعوني يتابعوا الفيديو، وزي ما قلت لكم انا راضيه بأمر ربنا، انا راضيه بيه والحمد لله على ما جايبه، وراضيه والله العظيم واكتر من كده وراضيه والحمد لله. انا بصلي وعارفه ربنا، وربنا رزقني العمره لان ربنا عارف اللي انا استاهلها، عشان كده ربنا رزقني بها. وربنا يا رب يوعد كل اللي مشتاق العمره، عشان انا لو مش استاهلها مش كان ربنا اديها لي. وربنا يوعدكم جميعا يا رب، ويوعد كل اللي يستاهلها ربنا يرضيه بيها ويوعد بيها يا رب، عشان اللي ما بيستاهلش حاجه وربنا لو مش رايد لي انا رايحه من العمره ما كنتش رحت. فربنا بدي كل واحد الحاجه اللي يعني ايه، لو مش ربنا رايد لي بيها الحمد لله راضيه بصلي وعارفه ربنا وربنا رزقني بالعمره. وعقبالكم جميعا، واللي في نفسه في حاجه وربنا مشتاق للعمره، ربنا الحجه العمره ربنا بداله عقبال يا رب. ما ربنا كده يرزقني بالحجه يا رب، وانا لو ما استاهلش العمره وربنا رايد لي بيها ما كنتش رحتها اصلا. وعقبالكم جميعا يا رب. حبايبنا بتاع الفخارين كانت الطماطم المبشورين هي حبايه كبيره اهي. بس معلقه كركم ونحط عليها توابل. وهنا جنزبيل، لا انا حاطه الفلفل الاسمر والكمون اصلا على ملح، مش عايز ملح تاني. لو في هنا ليمون لومو كنت حاطط عليه ليمون لومو في ماشي. اهو يا حبايبنا الرز انا عامله بقولكم عامله هما طرفين، بس انا عامله على جد عشان اصور معاكم، بس عامله عشان انا ما باكلش من الوقت اللي عليه زيوت، عشان انا يكمل لي اللي عامله عمليات في الجلد ده. حبايبنا ربنا يا رب يعافيكم يا رب، يكفيكم شر المرض بيعوز يمشي. انا الايام دي ما بمشيش فصدري تعبني، فانا بحافظ ان انا اكل اي حاجات يعني عليها زيوت وعليها دهون وكده. حتى طيب الليمون شاي حبها اهو يا حبايبنا. حطيت ليمونه واحده لان هو الرز مش كتير، هشوحهم شويه والميه بتغلي. انا والله حتى عاوزه اروح للدكتور بتاع القلب، بس انا بس من رجلي تتحسن شويه عشان يعني ايه اعرف اروح، لان انا بروح للدكتور بتاع العظام بالعافيه. وريت يا حبايبي كده تشجعوني كده عشان القناه بتاعتي تمشي تاني وتنشاف زي ما كانت منشافه. ربنا يجازيكم خير ويباركلكم يا رب. والواحد بداله بينه وبين ربنا عمار، مش يهمه من كلام اي حد.
خليها بس تعمل حبه كده الشاي يعمل في بعض كده. كمان يا حبايبنا معايا فلفل اخضر اهو بجد بالطريقه دي. الفلفل دي اللي حابب هياكله مقفول طبخه بقى انا اللي هاكل منها وطبعا كل اللي هو ياكل انا هاكله ولا ايه يعني، اللي هياكل اللي انا في اي حد ياكل عاوز ياكل يعني. معايا ما بتغلي هي ادخل عندنا كده يا حبيبنا. عشان رز البسمتي باخد ميه وكده هو هيغلي في بعضه حبه كده. والفلفل زي ما بقولكم اللي عاوزه اطلعه غمسه كده بعيش تاكله مع الرز اللي حب الحر. وعامة لو طلع حار مش هاكله بس هيديله طعم يعني. في جزر حبه صغيره بس هيغلى واروح جايه مديله التجليبه كده واروح جايه حاطه الجزر تاني معاه. يا حبيبنا معايا جزر اهو دي بقى طبخة تيتا بط. بقى في ناس ما بيحبوش الجزر بس انا عاملاها لي عشان اللي بقى حط عليها كل اللي انا عايزاه. نقطع عليها خالص كده حبة صغيرة كده نقطع عليها كده يعتبر هنقطع عليها خالص كده. وبعد حبة هكون هجيبها معاكم تاني يعتبر استوى. هو كده يا حبايبنا اهو يعتبر استوى. والهدف ان انا بقولكم بصور عشان اكلمكم وتكلموني كده عشان قناة تمشي تاني، عشان الميزان هي مركونة ما كنتش بصور عليها. وكده استوى ونقطع عليه يعني جاهز للي عايز ياكل وقتها هياكل برضه. هقطع عليه بس حبة صغيرة كده. وانا عجبكم المحتوى بتاع تيتا بطة. انا عملت معاكم حبة رز على قد هي بس حبة صغيرة. وحطينا عليها جزر وحطينا عليها طبعا بهارات وكركم. وهنقطع عليها حبة كده والفلفل اهو السليم اهو بيستوي برضه. لو عاوز اكله كده نعمله سليم عشان مش يبقى حرام. هقطع عليها حبة خالص يا حبايبنا. وان عجبكم المحتوى بتاع تيتا بطة يا ريت اللي بيشوفنا لأول مرة يفعل الجرس، اشترك معانا في القناة وفعل الجرس عشان كل ما الحاجة توصلكم. حبايبنا اللي معانا ويعملنا كومنت حلو كده ولايك حلو. وكل سنة وانتم طيبين جميعا. تنعاد عليكم الأيام بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.